من التجارب الجميلة اللي بنمر بيها كمصريين من واحنا اطفال ان ماما تقول لك تروح تشتري فرخة من الراجل بتاع الفراخ، فتروح هناك وتقول له عايز فرخة، فيروح الراجل دابح فرخة قدامك ويقطع راسها احيانا ويرميها كده في مكان عشان تقعد تنزل دم وترفص، اللي هو منظر في اي دولة تانية بيروحوا يتعالجوا نفسيا بعده لمدة كام سنة، لكن احنا كمصريين بنشوفه من واحنا اطفال وعادي يعني صباح الفل. بس الحاجة اللي كانت دايما بتشغل بالي ان احنا اتعلمنا ان المخ هو المسؤول عن الحركة. طيب الراجل فصل المخ بتاع الفرخة وهناك اهو ماسكه في ايده هناك اهو. طيب الفرخة الناحية التانية هي قاعدة عمالة بتتحرك وبترفص ازاي؟ مش ازاي؟ عشان نفهم الموضوع ده احنا محتاجين نرجع لتجربة كان عملها سيجموند فرويد. راح يوم حديقة الحيوانات ووقف قصاد تعبان موجود جوه صندوق ازاز، وقرب منه لقى التعبان هاجم الازاز ولقى نفسه بشكل لا ارادي بيرجع راسه لورا. كرر نفس الحركة وقرب من الازاز تاني وحاول يمنع نفسه كتير من ان هو يتحرك ويرجع راسه لورا، وفي كل مرة كان بيفشل. كل ما يقرب من الازاز والتعبان يهاجم الازاز يلاقي نفسه بيرجع راسه لورا. رجع تاني لنفس المكان تاني يوم وايام كتير بعدها ويكرر نفس الموضوع ويقف بنفس الطريقة ويحاول يقنع نفسه ان في ازاز والتعبان ده مستحيل يوصل له، وبرضه يفشل وغصب عنه يلاقي نفسه بيرجع راسه لورا. النتيجة اللي توصل لها فرويد في الوقت ده ان الانسان جواه غريزة عميقة لحب البقاء غير مرتبطة بالتفكير المنطقي، ويصعب او يستحيل التحكم فيها بالتفكير. وبرضه ذكر ان الانسان جواه خوف فطري من الزواحف عموما ومن التعابين تحديدا، بس دي هنتكلم فيها في حلقة تانية. المهم تمر السنين ويكتشف العلم الحديث ان ردات الفعل العشوائية اللي مرتبطة بغريزة حب البقاء، زي انك تسحب ايدك لما تتلسع او انك ترجع راسك لورا لما تلاقي في حاجة جاية ناحيتك، الاشارات بتاعتها مش بتصدر من المخ لكن بتصدر من النخاع الشوكي واحيانا من اطراف النخاع الشوكي كمان. ويتضح ان ردات الفعل الغريزيه ما ينفعش ان هي توصل للمخ ووظائف المخ العليا، لان على ما الاشاره توصل لمخك ان انت بتتلسع وان انت المفروض تحرك ايدك فتفكر ان انت تحركها تكون ايدك اتفحمت اصلا، لا هو مجرد ما بتوصل الاشاره للنخاع الشوكي هو اللي بيروح محرك الايد من نفسه علشان ينقذك. وبيتبين بكده ان مخ الانسان في الواقع مش بس شويه الحاجه اللي عامله زي الكنافه جوه الجمجمه دي، لا مخك في الواقع متوزع في جسمك كله وهو عبارة عن جهازك العصبي بالكامل. لو فادتك المعلومة دي لايك وشير وفولو علشان تشوف الحلقات اللي جاية.